خليني نسقسيك سؤال خفيف برك. الناس اللي معاك ولا صحابك اللي تقعد معاهم، هل صح راهم يعاونوا فيك باش تولي الشخص اللي راك تحوس عليه، ولا هذاك الشخص اللي راك حاب توصل له؟ لانه صحابك يا اما يطلعوك لفوق يا اما يهبطوك لتحت، ما كانش في النص. لانه كاين نوعين من الاصحاب ولا الاصدقاء. النوع الاول اللي يخليك تحس باللي راه كلش ماشي مليح، باللي راك عايش مليح، باللي راك بيان، راك تخدم مليح، راك تقرا مليح، مع انه انت قادر تكون انسان فاشل كاع ما راك دير في والو. ما يخليك شغل يحسك بالراحه النفسيه، يخليك تحس براحه بلي راك دير اللي عليك، حتى لو كان ما دير في والو، تضيع في وقتك تاع في الجيمز، تفرج في بورن، يحسك بلي راك حاجه مليحه، راك دير في اللي عليك، يخليك مرتاح نفسيا. بصح المشكل مش راح يخليك تتقدم، ولا صاحبك اللي يكون من النوع هذا مش راح يخليك تتقدم. وكاين النوع الثاني اللي دائما يفكرك في الاهداف تاعك، يفكرك بانك لازم تتطور، لازم تتعلم، لازم تتقدم، اللي يتحداك. دائما تتحداو في بعضاكم، يا اما في القرايه يا اما في الجيم، انه وينه لي شارجي اكثر، ولا وينه لي يخدم في البنش بريس اكثر. يعني انا كنت مثلا انا وصاحبي درنا تحدي انه في شهرين اللي يقدر يرفد اكثر في البنش بريس، شغل الخاسر راح يخلص الرابح، راح يخلص له عشاء غالي. سما درنا هذا التشالنج ولا هذا التحدي، انه اذا ما وصلتش انك ترفد اكثر من شخص ثاني في البنش بريس راح تخلص لصاحبك عشاء غالي. سما الناس اللي كيما هاك ولا اصحابك اللي كيما هاك راح يخلوك تتقدم، صح، راح يخلوك دائما تتطور. سما حاول تخلي النوعيه هذه تاع الاصحاب في حياتك، اللي مثلا انه تتفاهموا انه غدوه راح تروحوا تجروا على 5 تاع الصباح، مثلا 5 تاع الصباح تلقى عند باب داركم، عكس مثلا شخص انه تقول له راح غدوه نروحوا نطرين، ولا تقول له مثلا غدوه نروحوا نجدروا صباح بكري، يقول لك والو مانيش قادر والبرد ما تمشيش مع هذه النوعيه تاع الصحاب، لانه مش راح يخليك تتطور في حياتك، راح يحطمك، بالعكس راح ينزلك لتحت، مش راح يخليك قاعد تتقدم. صح، لانه مش اي واحد تضحك معاه راه صاحبك، ولا اي واحد. لانه انا نضحك مع كاع الناس، بصح مش كاع الناس صحابي، راك فاهم؟ مش اي واحد تضحك معاه خلاص راه ولا صاحبك، لانه اللي تضحك معاه لانه ممكن يكون هو السبب انه ما خليكش تتطور، هو شادك يكر فيك لتحت، مش راح يخليك تتطور. لانه اذا كانوا اصلا صحابك مواضيع تاعهم على الناس، يهضروا على الناس، هذاك واش دار وهذاك واش دار، ولا يهضروا على الجيمز، الالعاب، شوف النيفو تاعي في الجيم هذا، شوف النيفو تاعي يعني يهضروا السيجيات تاعهم على الالعاب برك، على الجيمز برك، ولا يهضروا مثلا المواضيع تاعهم على الترندات، شوفوا الترند هذاك اللي دار، شوفوا الترند هذا، شفت هذاك الترند هذاك اللي خرج جديد، شفتوا هذاك، شغل يهضروا على حاجه كاع ما فيهاش فايده، راك فاهم؟ اذا كانوا صحابك المواضيع تاعهم هذون هما، تتوقع بلي راح تتطور، بلي راح تنجح في حياتك. عكس صحاب يهضروا على الاهداف تاعهم، يهضروا على النمو، على التطور، على المال، يهضروا على البيزنس، يهضروا على السبور، يهضروا على الديسيبلين، يهضروا على المستقبل تاعهم. شغل المواضيع تاعهم مش كيف شغل المواضيع تاعهم غير على التطور والحاجات اللي فيها فايده، اللي حاجات اللي راح تفيدك، تسمى راح يخلوك تتطور بلا ما تحس. لانه كاين مثل يقول لك you are the average of the 5 people you spend the most time with. تسمى اذا كانوا صحابك في 5 يتكيفوا راح تولي انت السادس، اذا كانوا صحابك جيمرز راح تولي انت السادس، اذا كانوا صحابك يشربوا في الشراب راح تولي انت السادس، واذا كانوا صحابك ملاح راح تولي انت السادس المليح. تسمى اذا كانوا صحابك في 5 يروحوا للجيم راح تولي انت السادس تروح للجيم، صح. اذا كانوا صحابك يهضروا اللغه الانجليزيه مثلا راح تولي انت السادس اللي راح تتعلم اللغه الانجليزيه. لانه الانسان شغل المخلوق انه يتاثر، اصلا يتاثر بالبيئه تاعو، يتاثر بالناس اللي معاهم. يسمى اذا كنت تعقب اغلب وقتك مع ناس تتطور، ولا الناس حابه تتطور، راح تولي انت السادس، راح تولي معاهم تتطور انت ثاني. واذا كنت تعقب وقتك مع ناس تضيع في وقتها، تفرج في البورن، تاكل جانك فود، يتفرجوا في تيك توك، سكرولينج، ياكلوا السكر، سما راح تولي انت كيما هما، صح. كي شغل راح يعدوك، لانه الانسان كيما هاك، الانسان يتاثر بالبيئه اللي معاه. تسمى حاول تفلتي ولا حاول تصفي صحابك، صح. اذا كان صاحبك مش يفيدك اجبد عليه صاحبي، مش نقول لك ابعث له وقول له خلاص ما تزيدش تدور بيا، مي يجبد عليه. ما تقعدش دائما تهضر معاه، ما تقعدش دائما تلاقى معاه، حاول تقلل الفرص اصلا انك تتقابل معاه، وحاول تخلي النوعيه تاع الصحاب اللي هو يعاونك وانت تعاونه، هو يموتيفيك وانت تموتيفيه، هو يتحداك وانت تتحداه. انه تكون مثلا انت وياه تجروا، تقول له باللي اللي يتعب الاول موش راجل، صاحبي، ولا اللي يتعب الاول جاي. هذه كنا دائما نديروها انا وصاحبي، سما راح نجيبوا نوصلوا الماكس تاعنا، راك فاهم؟ حتى خلاص راح نولوا نموتوا، راك فاهم؟ هذه النوعيه تاع اصحاب هي اللي راح تخليك تتطور. لانه كاين نوعيه تاع اصحاب يقول لك خلاص دشت، خلاص. مثلا في الجيم تقول له زيد زوج زيد، يقول لك خلاص يا خلاص كيف زيد زوج خلاص، مع انه قادر يزيد. مش نقول لك خلاص تعب خلاص وصل للفيلير، لا، قادر يزيد.
مي كيوت راك فاهم، شغل ماشي فورسي في روحو، واللي معاه ثاني كيوت، صاحبو ثاني كيوت راك فاهم، شغل ماشي يحوسوا يوصلوا الماكس تاعهم، ماشي يحوسوا يدزوا رواحهم. هذو النوعية تاع الصحاب بعد عليهم صاحبي، بعد عليهم، جبد عليهم ماكسيموم صاحبي. واذا كان نوعية الفيديوهات هذوني يفيدوك ولا تحب النوعية تاع الفيديوهات اللي كيما هاك، دير لنا ابوني صاحبي. والسلام عليكم.